الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. زيارتنا النهارده مش لجسد ولكن لإنسان عاش في وسطينا بالجسد وبالروح وبالقلب، وشربنا وشبعنا من فيض محبته قبل تعليمه، من فيض قوته قبل كلامه، من فيض حنانه وترحيبه بكل الناس. يمكن كلنا جينا سنين، انا اعرف ابونا صمويل اكثر من 30 سنه، ملء الألوة والمحبة والحنان والمشاركة. يعني كنا من آخر الدنيا أبونا صمويل المشكلة الفلانية، الموضوع الفلاني، اذكرنا. وعلى فكرة لما جينا النهاردة أو جينا النهاردة عشان نعمل التمجيد كبركة، احنا مش بنعمل شيء إلا من ترتيب وكلمات الكتاب المقدس اللي علمها لنا بولس في العبرانيين: اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. تعليم إنجيلي، تعليم كتابي، تعليم كنسي واضح جدا إن احنا نذكر الناس اللي هم تركوا فينا آثار للحب وآثار للخدمة وآثار للمحبة اللي احنا بنذكرهم بيها النهارده. ما جينا النهارده وكلنا والناس اللي عماله تيجي كل يوم والتاني، كل واحد من الناس دي لمست طرف حب ولمست ثياب محبه من اب فاضل زي ابونا صمويل زكريا. ابونا صمويل يعني لو قعدت اتكلم عنه يعني يمكن قبل كده ما كنتش اتكلم عنه كتير، لانه كان يمنع ان حد يمدح فيه، لكن زي بيقول يشوع بن صراخ: يمدح الرجل في يوم موته. لما الانسان بينتقل احنا بنبص لسيرته ونبص لحياته. ليه؟ مش تمجيد، هو دلوقتي بيتمجد ومتطور في السماء اكتر من تمجيد الارض بمراحل، لكن عباره عن قدوه وعبره وذكرى وسيره طاهره لينا احنا اللي عايشين في الارض، اولاده اللي حبيناه واللي كنا بنيجي عشان نتعلم منه في رحاب الملاك، واللي كان هو على علاقه وصداقه جميله جدا جدا بالملاك ميخائيل. وياما يعني اللي مننا شاف زورات الملاك هنا، واللي مننا سمع من ابونا نفسه حكايات الملاك عملها معاه، والمسيح عمل على ايد ابونا صمويل بركات ومعجزات هنا وفي امريكا وفي اوروبا. طبعا الكلام ده كله مكتوب في الكتب، لكن عاوز اقول ان احنا جايين النهارده علشان نسلم على ابونا صمويل مش بالجسد لكن بالروح. هو موجود لان الارواح في السماء حاسه بينا، والارواح في السماء ليس لها عمل في السماء الا ان تصلي من اجل الاخرين، لان معلمنا يعقوب الرسول يقول كده في رسالته: صلوا بعضكم لاجل بعض. فان كنا في الارض مطالبين ان نصلي من اجل بعض، فكم وكم في السماء ما لهمش شغلانه في السماء الاباء دول والقديسين دول الا انهم يصلوا. طب اول ما يصلي يفتكر مين؟ يفتكر ولاده اللي بالجسد، اولاده بالروح، اولاده اللي كانوا بيحبوه، اولاده اللي كانوا بيزوروه، اولاده. وده مفهوم الشفاعه اللي بتعلمها لنا الكنيسه القبطيه بتاعتنا. فاحنا جايين نقول له: يا بختك يا ابونا صمويل انك انت قضيت ايامك وغربتك بسلام، يا بختك روحت بيتك بامان، يا بختك دخلت الفردوس والمجد المسيح اعده لاولاده، يا بختك ان انت فوق مع ناس تاني احسن مننا في الارض، يا بختك ان انت بتتشفع وتصلي لنا. محتاجين صلاتك ومحتاجين شفاعتك ومحتاجين ابوتك ومحتاجين ان احنا زي ما كان انت بتصلي لنا في الارض صلي لنا كمان في السماء. كلنا نقول لابونا صمويل اللي تطبيقه وصلاتك ترك فينا طبعا فراغ كبير جدا جدا، ترك فينا اثار حلوه جدا. يعني انا اول ما دخلت الكنيسه من ساعتها، من اخر مره كنت معاه في عيد الملاك في نوفمبر قبل ما يتنيح بشهرين ثلاثه، ولغايه دلوقتي اول مره ادخل. طبعا يعني انا اتاثرت جدا لانه كان يعني هو اب واخ وحبيب، وكان يعني لما بيسمع اي شيء الاقيه نزل لغايه القاهره وجاي لغايه البيت وسال على اولادي وسال على اخواتي وعلى اولادي وعلى قرايبنا وحبايبنا، ويمسك فينا اول ما نطلع من العشيه بالليل. كلكم عارفين كده. اقول له: يا ابونا عدد كتير معايا 50 60 70 نفر معايا. يقول لي: يا ابونا كل واحد يدخل الملاك بيشبع الكل، ما تقولش اهم حاجه
ويفضل ماسك فينا كرم روحي قبل ما يكون كرم جسدي او مادي او اكل او شرب. ابوه ليس لها مثيل بصراحه.